ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد اول باول. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك الجميل علشان ده بيشجعنا نكمل اكتر. قصتنا بتبدأ مع طفل عنده 13 سنة حياته اتقلبت بعد ما باباه ومامته توفوا في حادث صعب. الجدة قررت تاخده يعيش معاها عشان خاطر تخرجه من الحزن اللي هو فيه. قالت طب لما جرب حاجة تانية. قامت مشغلة الأغنية اللي مامته كانت بتحبها الله يرحمها، اللي ارتاحت منها، بتحب ترقص عليها كمان، يمكن دي تفرحها أو تخليه يفتكرها ويبتسم. لكن للأسف الولد ما تأثرش. تاني يوم حاولت تكلمه بالعقل لو كان عندها عقل، وقالت له لو بتحب أمك بجد لازم تعمل زي ما هي كانت بتعمل. الولد قال لها كانت بتعمل إيه؟ ردت بكل ثقة قالت له كانت بتشد السيفون قبل ما تخرج من الحمام. الولد اتأثر جدا بكلامها، مش عارفة في إيه، وقال يا رب يجيلي إسهال كل يوم علشان أشد السيفون واثبت للناس كلها ان انا بحب امي قد ايه. جدة ما استسلمتش وفضلت تحاول كتير تخرجه من الحزن اللي هو فيه باي طريقه. جابت له الاكل اللي بيحبه ولعبت معاه، حتى جابت له عروسه وسماها دي، وقعدوا يلعبوا مع بعض بيها. هنا الست شكلها غريب جدا، تقول له خد قطعه الشوكولاته دي، بس كان شايف تعبان شكله وحش جدا. هنا الجده قعدت تنادي عليه، قالت له انت فين؟ راحت اختفت. فهنا كانت بتقول له في ساحره شريره، راح ايوه انا عارف. هنا بتحول. هنا الجده كانت شاكه، بعد كده راحت برقت له، قالت له ما ناخدش حاجه من حد مش بتاعتنا اهي. وبعدها بدأت الجدة تلاحظ حاجات غريبة. صاحبته واحدة منهم اختفت فجأة، ولما سألت عنها لقت ان اللي حصل معاها ان هي كلت الشوكولاتة من نفس الست واتحولت لفرخة قاعدة في العشة بتاكل دشيش. الجدة سكتت علشان محدش يقول عليها ان هي مجنونة، هي كده مجنونة. قررت تاخد حفيدها وتبعد بعيد عن المكان كله. لبست الطقم الشيك بتاعها وحطت الاندومي على شعرها زي التاج، وطلعت على فندق بعيد. ومن حسن حظها الوحش، هنا طبعا الساحرات وهم داخلين الفندق اهو قاعدين بيتكلموا بس متنكرين، الشر باين في عينيهم. هنا الست اهي تاني يوم صحيت، كانوا قاعدين بيفطروا مع بعض. قالت له تعالى افطر، هو خد الفار بتاعه وراح مشي. الولد فضل يتسحب لحد ما وصل للقاعة بالصدفة اللي فيها منظر رعب. الساحرات دخلوا وقعدوا يشيلوا الباروكة من شعرهم، والجوانتيات يقلعوها، والجزم يقلعوها، وايديهم ورجليهم مشوهين زي الشياطين. والقائدة الكبيرة بتاعتهم الست دي مرعبة لدرجة ان هي طلعت دود من شعرها وبلعته قدامهم. هنا بدأت تشم ريحة غريبة وبدأت تقول لهم اهدوا. وهنا طلعت المحلول السحري اللي بيحول لأطفال لفران. وهنا الولد كان قاعد تحت المسرح وكان مستغرب، والفار وهو بيتكلم معاه. راحت قالت لهم هنا هدوء اهدوا. هنا قعدوا مكانهم. بعد كده بدأت تشم ريحة غريبة اهي تحت المسرح. يا ترى هتشوف الولد ولا لأ؟ الحمد لله ما لقيتوش. هنا الولد جه وقعد يخبط على الباب، وراح هنا دخلوه قفلوا الباب. وبعدين هنا قعدت تغربي الشوكولاتة، قالت له خد. هنا الولد مستغرب. هنا الولد كلت الشوكولاتة طبعا لأن تفس، وقعد يتحول اهو، طار قدام عينيهم وتحول لفار في الآخر. والفار ده طلع بيتكلم. هنا بيخافوا منه عايزين يموتوه بأي طريقة. ما حاولتوه ليه؟ اهو قاعد بيجري. وبعدين راح قال له انا هجيبهولك فار تاني صغير. استغرب برضه ان هو بيتكلم. هنا اهو الفار الابيض اهو بيجري عشان خاطر يجيبه. راح مسكه بعدين شده، خده طبعا للولد اهو قال له ما تخافش. شافته وشدته طبعا هما خايفين. راح اهي مسكوه بالعافيه وحطوا له
المحول اهو عشان خاطر يتحول لفار اهو، وبالفعل اتحول لفار. كان مستغرب جدا نفسه. هنا ابتدت تجري وراهم، مسكته. هنا الفار الابيض جه عضها، فراح جريهم، جت تجيب الشاكوش، راحت ضربه ايديها هي، قعدت تصرخ، حدفت عليهم بس ما جاتش فيهم الحمد لله. هنا في فار كان قاعد بيرغي رغاي جدا اهو. هنا كانت بتحاول تمسكهم، راحت ايديها طبعا دخلت في المروحه الحمد لله احسن. هنا الشوكولاته خلصت. هنا قاعدين بيتكلموا هنعمل ايه، هنشوف ايه. هنا مش عارفين. هنا بيبتدوا يجروا اهي، بيرنوا الجرس، رنوا الجرس بالفعل اهو. هنا الابيض كان هيقع الفار، راحوا مسكوه. هنا الشغاله طبعا بتاعت الفندق قعدت تجري وراهم، قالت الفار فار 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 فار. خلاص يا ولاد. رجع طبعا عند جدته وهو فار، وقال لها اللي حصل معاه. الجده كانت مصدومه، لكن قررت ان هي تساعده، وعملت خطه ذكيه عشان خاطر تسرق المحلول من الساحره، عشان خاطر تحطه لهم في الاكل بتاعهم. هنا حطيته في الشراب ونزلته الاوضه، وهو دخل الاوضه اهو عشان خاطر يجيب الازازه اللي حولت منها الفيران. هنا بياخد الازازه وهو خارج بقى، راحت دخلت الساحره الاوضه، فراحت فاتحه خزنه كبيره مليانه فلوس، فراح هو طلع يجري. وهو بيجري هنا اهو مسكت الشراب. فبعدين راحت قالت لها معايا وانا شغاله ان الشراب وقع. دي كانت خطه الجده. هنا كان قلبه بيدق. هنا الباب خبط، وهنا راح رمى لهم الازازه. هنا المدير دخل عليها وقال لها كله تمام، الدنيا تمام تحت. قالت له خلاص ماشي. هنا بصت فوق. هنا الفنانين قاعدين بيتكلموا هنعمل ايه، عايزين نخش المطبخ باي طريقه عشان نحط الاكل. راحت الجده راحت اهي وهي حطاهم في الشنطه، راحوا دخلوا على المطبخ، حطوا اهي في الشوربه، هيحطوهم في الشوربه عشان خاطر يعملوا الساحرات كلها فيران اهي. فضوها كلها، والفرنط اللي لحق نفسه الحمد لله اهو. هنا طلع. هنا الست قاعده بتاكل في الفندق، هنا بتطلب. هنا الساحرات كلهم قاعدين بقى بياكلوا، طبعا مش عارفين اللي هيحصل لهم دلوقتي، هنشوف. هنا بقت قاعده تبص عليهم. هنا الساحره خدت بالها ان هي بص عليها ست التختوخه دي، قالت لها انت قاعده هنا بتعملي ايه، انا شاكه فيكي ومش عارفه ايه. هنا بياخدوا المفتاح من الست. هنا كله بيبتدي يتحول اهو فران كله اهي. الناس قامت تجري، المكان كله بقى فوضى بقى. هنا مسك واحد المدير الفندق دخل فيه اهو، هو خايف منه جدا. هنا عضه في الحته. هنا بتقول لهم يلا عشان نمشي. هنا بقى دخلت الاوضه بقى بتاعت الساحره، قعدت تلم بقى كله اهو. في واحده وقعت منها، هنا طلعت لها من ناحيه السرير اهي، شكلها باين، خضتها. طلعت لها من ورا السرير وحدفت البتاعه، بتقول لها انت هنا جايه اوضتي ليه؟ هنا بتقول لها عشان تاخدي المحلول بتاعي. هنا عايزه تنتقم منها. هنا الجده بتبتدي تخاف. هنا اهو الفار هيبتدي فتح الازازه في المصيده، طار على الوليه وهي بتصوت، راح دخل الازازه كلها في بقها وهتتحول طبعا لفار اهي. فراحت طبعا اتحولت لفار بس شكله وحش جدا. هنا قاعده بتجري وراهم. هنا راحت الجده قفلت عليها. هنا قاعد يصوت. هنا فرحانين وقاعدين يغنوا ويرقصوا. هنا قالت لهم مش هسيبكم اهي. هنا فتحت الجده الخزنه وبتاخد الكتاب منها، في اسامي العناوين بتاعت الساحرات كلهم اهي. هنا خدوا الازايز. هنا القط عايز يحاول يفتحه عشان طبعا ياكلها اهي. هنا بالفعل هنا جريت عليها. هنا الست بتقول لها ابنك اهو اتحول لفار، بس بقت فيران للابد. ومع ذلك كانوا مبسوطين لانهم مش هيروحوا المدرسه تاني وهيفضلوا يلعبوا طول النهار. في النهايه الجده والولد خلصوا العالم من الساحرات كلها.
وبكده بيكون خلصت قصتنا اللي مليانة رعب وتشويق وضحك في نفس الوقت. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة عشان نستمر ونجيب لكم أفلام أكتر وأحداث أغرب.